هل يا ترى في حد ما بيعرفش يهتم أو ما بيعرفش يعبر عن حبه؟ قطعا مفيش. ولو أي حد قالك غير كده يبقى بيضحك عليك، لأن الحب الحقيقي هو اللي بيخلق الاهتمام بشكل غير واعي. يعني لما حد بيحب حد هيعبرله عن الحب ده من جواه من غير ما يفكر فيه. ممكن الطريقة تختلف من شخص للتاني، لكن لازم يكون في تعبير. انت لما بتحب حد ما بتفكرش، هتلاقي نفسك بتهتم بيه، بتكلمه، بتغير عليه، تبقى عايز تشوفه، تبقى عايز تعرف يومه عامل ازاي، عايز تعرف كل تفاصيله، بيحب ايه، بيكره ايه، عمل ايه في حياته وهو صغير، بيعمل ايه في حياته دلوقتي. طول الوقت بتبقى عايزه موجود في حياتك. والحبة اللي بيختفي فيهم من يومك بتحس ان يومك ناقص. صوته بينور يومك، ووجوده بيحلي كل حاجة. وبالتالي لما اجي اقول ان في حد بيحب حد لكن ولا مهتم بيه ولا بتفاصيله ولا بيومه ولا بيكلمه بالايام ولا بيقابله بالاسابيع والشهور، ويقولك انا مبعرفش اهتم، ده بيلعب بيك. وللأسف كتير مننا بيقع في فخ إن هو بيبتدي يجري ورا الشخص ده، يبتدي يطلب الاهتمام، يبتدي يستغرب هو ليه ما بيكلمنيش، ليه ما بيقوليش تعالى نتقابل، ليه ما بيعملش كذا، ليه ما بيعملش كذا. للأسف الطلب مش هيغير أي حاجة. المشاعر لو ما طلعتش من جواك عمرها ما هتبقى حقيقية. معنى كده يا هبة ان لو حد انا بحبه وهو قايل ان هو بيحبني لكن ما بيهتمش بيا، اسيبه؟ اه، سيبيه او سيبها، ومن غير ما تطلب اهتمام، ومن غير ما تعاتب غير مرة واحدة بس. عاتب مرة عشان تبقى عملت اللي عليك، قوله انا بحب الاهتمام بالشكل الفلاني بس. حصل ان هو اتغير، يبقى حلو قوي، يبقى هو فعلا عايز يوصلك وبيحاول يعمل مجهود علشان كده. لو ما اهتمش وسمع الكلام من الودن دي وخرجها من الودن دي، يبقى هو مش بيحب. معجب بيك ممكن، لكن بيحبك لا، نو واي. بس في نقطة بقى مهمة انا عايزة اوضحها، علشان برضو ما نظلمش حد ونبقى عادلين. ما تحاولش تقارن اهتمام حد كان في حياتك باهتمام حد موجود دلوقتي. يعني ايه؟ يعني مش معنى مثلا ان كان في حد في حياتك قبل كده بيكلمك كل ساعتين وبيطمن عليكي كل 10 دقايق وبيشوفك كل يومين، ودلوقتي في حد موجود ما بيعملش كده، يبقى ده وحش. لا، قيسي الموضوع باكج على بعضها، او انت قيس الموضوع باكج على بعضه. يا ترى اللي قدامك ده بيعمل ايه بشكل عام؟ ما تقارنوش بحد تاني. بيعمل 1 2 3 لكن ما بيعملش 4 5، اوكي، يبقى هو كده تمام. مش شرط يعمل كل اللي كان الغيره القديم او القديمة بيعمله. كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد ليه طريقته في التعبير عن الاهتمام وعن الحب. طيب هنعرف منين ان هو فعلا ما بيعملش زي الاهتمام الاولاني اللي انا شفته قبل كده، وهو فعلا يكون جاد؟ احساسك او احساسك. الاحساس هو اللي هيقودنا ان احنا نعرف بالظبط اللي قدامنا ده بيحبنا بجد ولا بيلعب بينا.